من الليالي اللي محفورة في ذاكرة كل زملكاوي بطولة السوبر الأفريقي سنة 2020. الزمالك دخل يلعب نهائي السوبر الأفريقي ضد نادي الترجي. الكل كان ساعتها شايف إن الترجي هو المرشح الأول للبطولة وهو اللي هيفوز بالبطولة، لكن الزمالك دخل ساعتها وعنده ثقة كبيرة جدا. عنده الثقة اللي موجودة في البطل، يعني الثقة إن أنا داخل هكسب البطولة حتى لو الترجي. من أول دقيقتين في الماتش الحكم صفر، الماتش ابتدى. يخش يوسف اوباما يحط الجون الاولاني بدماغه عشان يفاجئ كل الملعب، يولع المدرجات. محمد عبد الشافي في المراوغه والدخول، محمد هيلا بابا جول. يا سلام يا للروعه، جول تهتز الشباك في الثواني الاولى وجول. لكن الترجي يتعادل من ضربة جزاء، وبدأنا ان احنا نبص للزمالك. الزمالك مسكتش عشان ساعتها بن شرقي يلعب ماتش من احسن المطوشة اللي لعبها مع نادي الزمالك، ويخلي النتيجة 3-1 لنادي الزمالك. بن شرقي راح عنده الكرة الآن، يمر بن شرقي، كرة صعبة وكرة صعبة بابا جول. كرة جول بابا جول. الزمالك يتوج بكاس السوبر. الماتش يخلص والزمالك يرفع الكاس في احتفال هستيري من الجماهير ومن اللعيبه. يا جماعه الزمالك راجع، وراجع بقوه كمان. ودي كانت ليله من ليالي الزمالك الجميله، وكانت ليله بيضه بكل معنى الكلمه. وكل الناس اللي اتفرجت على الماتش وكل الناس اللي فاكره اليوم ده عمرها ما هتنسى. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت بتشوفنا على اي منصه غير اليوتيوب اتمنى تروح تعمل هناك سبسكرايب او اشتراك. ولو عندك اي اقتراح لمواضيع او اي راي سيبه لنا في الكومنتس. كان معاكم محمود فاروق، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.